بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في لقاء جديد على قناة الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري. هتكلم في هذا الفيديو عن أفضل طريقة لتأخير نمو الشعر في أي منطقة في الجسم، سواء للسيدات أو للرجال. باختصار كده عشان ما اطولش على حضراتكم، هنستخدم في هذه الطريقة أو في هذا الموضوع مكونات الدايجست ايز كبسول. الدايجست ايز بنفرغ المكونات بتاعته أو بنشتريها من أي عطار، وهقول لحضراتكم في آخر الفيديو إيه هي المكونات دي اللي هنستخدمها. طبعا أول حاجة هنحضر علبتين فارغتين. أول علبة هنحط فيها المكونات بتاعة الدايجست ايز، طبعا عبارة عن كبسولات هنفرغها في علبة زي دي، وعلبة تانية هنحط فيها نفس المقدار من الأسبرين اللي هو الأسيتايل ساليسيليك أسيد، سواء الريفو العادي أو الأسبوسيد الأطفال. يفضل يعني الريفو العادي. يبقى علبة هنحط فيها مكونات الدايجست ايز، وعلبة أخرى هنحط فيها الأسبرين، تمام، اللي هو الريفو أفضل حاجة. تمام. طبعا هنقدر الكمية حسب الكمية اللي احنا عايزينها، اللي هي محتاجين نزيل الشعر منها. طيب، رقم 3 بالترتيب كده، هنزيل الشعر الزائد في المكان المراد منع ظهور الشعر فيه أو تأخير ظهوره أو تأخير نموه. طيب، هيكون إزالة الشعر من الجذور باستخدام السويت العادي أو ماكينة إزالة الشعر. تمام. رقم 4 هنحط مية دافية على المنطقة المراد إزالة الشعر فيها منها. رقم 5 هنفرك الأسبرين بعد ما نحوله بودرة، أو الريفو بعد ما نحوله بودرة، على المنطقة دي، تمام، اللي هي عايزين نشيل الشعر منها بالمية الدافية اللي هي حاطين عليها مية دافية دي. هنفرك برضو الأسبرين، نحط له سنة مية دافية كده ونفركه ونوزعه على هذه المنطقة. تمام. رقم 6 هنوزع البودرة بقى بتاعت اللي احنا فضيناها في العلبة التانية بتاعت مكونات الدايجست ايز، سواء من الدايجست ايز او هنشتري المكونات بتاعته من العطار، لان احنا هنا ما بلتزمش بالتسويق مثلا لمنتج معين، ولكن لما منتج يكون ليه فايدة معينة بحب ان انا انقلها لحضراتكم واوصلها لحضراتكم، ولكن لازم اديكم المعلومة كاملة. رقم 7 بعد ما نوزع البودرة بتاعة الدايجست ايز او المكونات بتاعته اللي انا هقولها في اخر الفيديو، بنتم فركه على المكان لمدة، او بنفركه كده وبنسيبه لمدة من ربع ساعة لتلت ساعة. بعد كده غسل المكان، ثم ترطيب المنطقة، وبعد كده دهنها بزيت الزيتون، او لو مش عايز تحط زيت زيتون يعني ده بيدي نتائج افضل وبيدي تنعيم افضل للمكان. طيب، ايه هي المكونات بتاعه الدايجست ايز؟ لو انت عايز تشتري هذه البودره، هتجيبي بودره البروميلين، وبودره البابايين، وبودره الكامومايل، وبودره الزنجبيل، وبودره النعناع، وبودره اليانسون، وبودره الشمر، ونحطهم في علبة. لو ما كنتيش أو ما كنتش اشتركت في القناة، يشرفني إن حضرتك تشترك في القناة وتنتظر الفيديوهات في جميع الأقسام على قناة الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.